النهاردة يا أصحابي إحنا هنبدأ في شابتر جديد. الشابتر ده بيتكلم عن mothers and fathers، الأمهات والأبهات. أول كلمة محتاجين نعرفها في الشابتر ده هي family. family 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 يعني عيلة، والعيلة يا أصحابي هي عيلتنا الصغيرة اللي بتكون من ماما وبابا وإخواتي. العيلة دي أهم واحدة فيها طبعا هي ماما، وماما بالإنجليش يا أصحابي يعني mother. أما بابا يعني father. أخويا اللي فرحان ده فوق اسمه brother. أما أختي اسمها sister. دلوقتي هنعيد مع بعض الكلمات تاني وإحنا بنبص لصور الكلمات. أول كلمة قلناها family يعني عيلة. تاني كلمة قلناها mother. تالت كلمة قلناها هنا في الشابتر ده father اللي هو بابا. بعدين brother اللي هو أخويا brother. آخر كلمة خدناها هي كلمة sister. تاني حاجة محتاجين نعرفها في الشابتر ده الفرق بين الادلت والchild. الادلت يا اصحابي هو الشخص الكبير البالغ اللي خلاص كبر، مثلا دلوقتي بقى في الجامعة او بيشتغل او عدى يعني 18 سنة. اما التشايلد فهو الطفل اللي لسه في المدرسة، سواء كان في ابتدائي او في كيجي او في اعدادي، كل دول اسمهم child. تعالوا نعرف وننطق مع بعض الكلمات دي. child, adult, كده احنا نطقنا مع بعض الكلمات بشكل واضح. adult و child. adult يعني شخص كبير زي اللي ماسك ايد الولد هنا. تفتكروا what is the difference between a child and adult person؟ ايه الفرق بين واحد كبير وبالغ وبين طفل صغير؟ عايزين نعرف يا اصحاب، ايه رأيكم؟ فكروا معايا كده. متهيألي التشايلد بيكون بيلعب اكتر وفرحان اكتر ومش بيعرف يسوق العربية اكيد، لكن الادلت بيرسون بيكون مسؤول عن افعاله وقدامه حاجات كتير عايز يعملها، زي انه مثلا بيشتغل او بيذاكر كتير عن الاطفال. ايه رأيكم انتم؟ what is the difference between adult person and child؟ ايه الفرق بين الادلت بيرسون الشخص البالغ الكبير وبين الطفل؟ فكروا معايا وقولولي. طيب بعد كده كمان عايزين نعرف how they are similar، يعني ازاي هم متشابهين في ايه؟ اظن التشابه اكتر بكتير من الاختلاف يا اصحاب. لو بصيتوا كده هتلاقوا كلهم نفس الشكل، يعني العينين والمناخير والبق، بس يمكن ده طويل شوية وده لسه صغير بيكبر. كمان بياكلوا زي بعض، بيشربوا، بيلبسوا، كله في تشابه كتير جدا بين الادلت بيرسون والتشايلد. طيب تعالوا بينا نشوف ايه المطلوب مننا في صفحة الكتاب. كده وصلنا لصفحة الكتاب children and adults. يعني child اللي احنا عرفناها اصحابي جمعها children، جمع children مش بتتجمع بالاسم، بتتجمع children. ماشي. بيقول هناك هنا ايه directions color the number of children and adults in your family in your home. سهلة جدا، هنا مرسوم child وهنا adult. احنا هنعمل ايه؟ هنلون بقى، هنشوف الفاميلي كل واحد في العيلة بتاعته. انا عيلتي فيها اطفال،
وكمان فيها أدلت. أول حاجة طبعا مين الأدلت اللي في عيلتي؟ برافو عليكم، mother and father، father and mother، father and mother. لذلك بنلون الاتنين دول الأول، بنلون المربع ده، المربع الأولاني ده والتاني بعديه كمان. وبعد كده ممكن لو عندي أخ كبير أو أخت كبيرة لسه في الجامعة يعني، أو مخلصة أو بتشتغل، يبقى كمان هنضيف مربع كمان. بس في الأساس هنلون بابا وماما الأدلتس، هما دول البالغين الكبار اللي في عيلتنا، هما الاتنين الأولانيين father وmother، هما الاتنين دول البالغين اللي في عيلتنا. طب how many children in your family؟ how many children are there in your family؟ كام بقى طفل في عيلتكم؟ كام طفل في عيلتكم؟ انتوا بقى هتلونوا على حسب الأطفال اللي في عيلتكم. أنا مثلا عندي في عيلتي 3 أطفال 3 children، لذلك هلون الأول مربع ده والتاني والتالت كمان. يبقى كده أنا لونت 3 مربعات. يبقى انتوا لو قريتوا الكلام direction هنا بيقولك color the number of children and adults in your home، هنعد كام واحد بالغ وواحد صغير في عيلتي، وهلون على أساس كده. ممكن برضو في عائلات بيكون فيها جدو وتيتا، لذلك ممكن الأدلت يبقوا 4 father mother grandfather and grandmother. و child بقى how many children are there in your home؟ how many children are there in your home؟ في ناس هتقول ان انا عندي 1 يبقى هيلونوا مربع 1، في ناس هتقول 2 يبقى نلون 1 و2، في ناس هتقول 3 يبقى هنلون 1 و2 و3، في ناس هتقول 4، في عائلات كبيرة يبقى هنلون 1 و2 و3 و4، في ناس هتقول 5 يبقى هنلون 1 و2 و3 و4 و5. أصحابي في العائلات كلها مختلفة، مش كل العائلات زي بعض. في عائلة فيها many children، في عائلة مليانة أطفال كتير، وفي عائلة مفيهاش غير طفل واحد وحيد، أو طفل وأخوه، أو طفل وأخته. المهم إن كل عيلة مميزة مختلفة عن العيلة التانية. المهم تكون العيلة دي متحابة ومتعاونة، وده اللي هنعرفه في الدرس اللي جاي. مع السلامة يا أصحاب.